السلام عليكم ورحمة الله. معكم المستشار محمد الحسيني، وأكلمكم النهاردة عن سر طلاق مديحة يسري ومحمد فوزي. بتحكي مديحة يسري في مذكراتها أن الفنان محمد فوزي عندما رأى لأول مرة الفنانة كريمة المعروفة بفاتنة المعادي أو ملكة جمال المعادي انبهر بجمالها وبدأ في الاهتمام بها. وبالمناسبة كريمة فاتنة المعادي هي بطلة فيلم حلاق السيدات مع عبد السلام النابلسي وإسماعيل ياسين. وكريمة فاتنة المعادي كانت سيدة ثرية تمتلك مزرعة كبيرة وعدد من العمارات. وبدأ محمد فوزي في التعارف والتقارب مع الفنانة كريمة، وتطورت علاقتهما إلى إعجاب متبادل بين الطرفين. وقد حدث ذلك وكانت الفنانة مديحة يسري ما زالت على ذمة محمد فوزي. وبدأت الأخبار والإشاعات تنتشر في الوسط الفني عن علاقة محمد فوزي وكريمة فاتنة المعادي. كانت مديحة يسري بتسمع هذه الأخبار والإشاعات ولا تواجه بها محمد فوزي، حتى بدأ محمد فوزي في الغياب كثيرا عن المنزل، ثم فوجئت بإعلان يتضمن طلاقها من محمد فوزي. وبعد فترة قصيرة علمت بخبر زواج محمد فوزي من كريمة فاتنة المعادي. دي كانت حكاية طلاق مديحة يسري ومحمد فوزي. برجاء الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.